تعالوا نتعرف مع بعض عن قصة أول دكتور أسنان في التاريخ، وهو المصري هيسي راع. هيسي راع عاش من أكتر من 4500 سنة في عهد الملك زوسر. عاش خلال الفترة الأسرة المصرية الثالثة. هيسي راع مش بس كان دكتور أسنان، هو كان يعتبر كبير الأطباء للملك زوسر، ولقبه على جدران مقبرته اللي موجودة قرب هرم زوسر المدرج في سقارة رئيس أطباء الأسنان وأطباء الجسم. هو يعتبر دكتور أسنان ودكتور بشري في نفس الوقت، يعني كان يعتبر أول دكتور أسنان تخصص في مجال طب الأسنان في العالم كله. وتعتبر كمان مقبرته من اجمل واهم واحلى المقابر اللي موجوده في العالم، لان هي فيها نقوش خشبيه بتصوره وهو بيشتغل مهنته كطبيب، لو حد موجوده لحد دلوقتي في المتحف المصري. وبرضه المصريين القدماء كتبوا عن امراض الفم واللثه في البرديات بتاعتهم زمان، وكانوا كمان بيعالجوه بالاعشاب. كانوا بيستخدموا بقى الملح، وكانوا بيستخدموا العسل للعلاج الاسنان بشكل عام. خلي بالنا برضه لحد دلوقتي وقتنا هذا ان احنا في اوقات كتيره كدكاتره اسنان بنروح للناس نقول لهم بعد الخلع مثلا بيوم ولا حاجه، او لو حد عنده التهاب لسه لمده 5 ايام ممكن تستخدم مضمضه بميه وملح. فتعتبر الطريقه دي اصلا هي مش جديده، دي في طريقه اخترعوها المصريين القدماء، ولحد عصرنا الحالي احنا لحد دلوقتي بنستخدمها. وكان عندهم كمان ثقافه ان هم يستخدموا خيط الطب، لان هم كانوا بيستخدموا خيط الكتان على اساس ينظفوا ما بين الاسنان وبعضيها. فاحنا الخيط الطب اللي احنا اصلا بننصح بيه الفتره دي ان هم نستخدمه بعد كل وجبه كانوا هم بيستخدموه، بس كانوا بيحاولوا بخيط الكتان. وبعض المومياوات لحد دلوقتي لما كانوا بيكشفوا عنها كانوا بيشوفوا اثار حشوات واثار خلع واثار عمليات كتيره في الوش بشكل عام. فاحنا النهارده لما بنشوف اجهزه حديثه زي ميكروسكوب، وبنشوف سكانر، وبنشوف اشعه، وبنشوف CBCT وحاجات زي كده، لازم برضو نفتكر ان البدايه كانت من هنا، من مقبره في سقاره على ايد واحد مصري هو الطبيب هيسي راع. وده دليل ان الطب المصري القديم برضو كان سابق عصره كتير عن الناس زمان، وتاريخ الطب يعتبر بدأ من هنا، من ارض الفراعنه.